بصوا حبايبي، كيكه الكوكيز اللي احنا عملناها دي ما شاء الله جميله جدا، هتعجبكم. وشوفوا محشيه بالشوكولاته ازاي، وطريقه ان احنا نحشيها بالشوكولاته ازاي هتعجبكم. طعمها رائع لمحبي الشوكولاته. يلا بينا نشوف الفيديو الجميل ده والكيكه الجميله دي اتعملت ازاي. يلا بينا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نانا. النهاردة يا حبايبي هنعمل لكم أطعم كيكة الكوكيز. أول حاجة عشان ما اطولش عليكم الفيديو، جبنا زبدة نقعد نعمل فيها كده اهوت، وبعدين نحط عليها السكر. هنا يا حبايبي طبعا الزبدة 200 جرام، وبعدين هنحط عليها كوباية ونص سكر. دي اول كوبايه، ونحط النص. هو المفروض يا حبايبي سكر بني، بس انا ما عنديش سكر بني. هنحط كوبايه ونص سكر ابيض ومعلقتين عسل اسود. واخدين بالكم حبايبي؟ دوت بدل السكر البني. تمام. نحط اول معلقه عسل اسود اهي، دي اول معلقه، ونحط تاني معلقه زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهي، تاني معلقه. بس كده دوت يعادل السكر البني. نضرب بقى كويس وارجع لكم تاني. بعد ما ضربنا يا حبايبي دول كويس الزبده مع السكر، هنحط بيضايه بحرارة الغرفة. تمام. وبعدين نضرب برضو البيضة اهو لحد ما يبقى القوام كريمي. طبعا البيض دايما بيتحط له رشة فانيليا. كيكة الكوكيز ده يا حبايبي هتعجبكم جدا. دي رشة فانيليا عشان طبعا في بيض. هنا يا حبايبي حطينا 2.5 دقيق على معلقة صغيرة بيكنج صودا، مش بيكنج باودر يا حبايبي، بيكنج صودا. تمام. وبعدين نقلب. طبعا زي ما انتم عارفين البيكنج صودا ده اللي هو الكربونات، مش البيكنج باودر. تمام يا حبايبي. ونقلب بقى كل ده مع بعضه لحد ما يتجانس. تمام يا حبايبي. في المرحله دي بقى تحطي شوكليت شيبس، بس انا للاسف ما عنديش، فعادي هنحط شوكولاته كده في النص. هتعجبكم. تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتنبهروا بالنتيجه. بصوا يا حبايبي، احنا هنا بقى لمينا العجينه طبعا بالايد، وممكن نعمل بيها كوكيز عادي، بس احنا هنعملها كيكه الكوكيز. واخدين بالكم يا حبايبي؟ يعني احنا ممكن نعملها في كب كيك ونعملها كوكيز عادي، لكن احنا دلوقتي هنحطها في صينيه وهنحط شوكولاته فيها دايره كده جميله هتعجبكم. هوريها لكم دلوقتي حالا. بصوا الشوكولاته الجميله دي يا حبايبي جمدناها ازاي. بصوا جمدناها ازاي عشان نحطها في النص، هيبقى خطير. اما نوصل للمرحله دي هوريها لكم هتعجبكم. تابعوا بس الفيديو هيعجبكم. دي جمدناها على شكل دايره عشان نحطها في النص. هنا يا حبايبي قسمنا العجينه تلت وتلتين، يعني حته اصغر من حته، علشان الكبيره دي هنحطها تحت، وبعدين هنحط في النص الشوكولاته اللي احنا قلنا عليها اللي مجمدينها دي، وبعدين نبطط التانية ونحطها عليها. واخدين بالكم يا حبايبي؟ ولو كان في زي ما قلت شوكليت شيبس اللي هو الصغنن ده، الشوكولاته الصغننه دي، كنا زمانه ملخبط فيها دلوقتي. بس هي هتبقى تحفه وتعجبكم جدا، وهتدمنوها وتجربوها، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. هنا بقى يا حبايبي جبنا صينيه وهنحط فيها، دهناها طبعا سمنه او زيت، وهنحط فيها
العجينه نبططها او اللي هي التلتين، واخدين بالكم. بصوا يا حبايبي هنا بقى بططنا الصينيه وعملنا لها حرف كده في الجنب علشان هنحط عليها ايه الشوكولاته اللي هي زي احنا جبنا شوكولاته سبريد يا حبايبي، وطبعا بططناها على كيس وحطيناها في الفريزر على شكل دايره، تمام؟ يعني في صينيه وحطيناها على كيس اللي هو الستريتش ده ودخلناها الفريزر تبقى دايره، واخدين بالكم؟ عشان تساعد واحنا هنحط العجينه التانية عليها نعرف نبططها. في بيحطوها ناعمه عادي. بصوا حبايبي بقى كده ديت حطيناها في الفريزر احسن لينا من ما نحطها ايه يا حبايبي سايله. لما نحطها سايله مش هنعرف نعجن ايه، يعني مش هنقدر ان احنا نتحكم في العجينه قوي. لكن كده احنا حطيناها، وطبعا لازم تبقى اصغر من اللي تحتها علشان ما تسحش ونقفل في الجناب حلو، واخدين بالكم؟ هنحط بقى على الشوكولاته دي اللي هي زي نوتيلا، بس هي مش نوتيلا، احنا جايبينها مصري عشان المقاطعه. هنحط بقى ايه العجينه التانية عليها التلت. احنا عملنا اللي تحت ايه التلتين وده التلت بقى، نحطه عليها وارجع لكم. بصوا احنا حطيناها كده دايره وبعدين ايه نبططها، والشوكولاته تحتها اهي. هبططها بقى وداري الحاجات دي كلها وارجع لكم. رجعت لكم يا حبايبي لما بططتها والشوكولاته طبعا في النص اهي، وطبعا الجناب كلها دوسنا عليها عشان الشوكولاته اما تسيح ما تطلعش بره اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هندخلها الفرن على درجه حراره 180 او 200 لمده نص ساعه يا حبايبي. هنطلعها هنلاقي الشوكولاته سايحه جوه وجميله جدا عن تجربه. هنا يا حبايبي طلعنا كيكه الكوكيز من الفرن. اما تهدى شويه بقى ايه نبقى ايه اقطعها ونشوفها، والشوكولاته كده جميله فيها وسايحه. بصوا حبايبي هي سخنه لسه، بصوا هي سخنه اهي، تحس ان ايه اكمني الشوكولاته فيها. بصوا سايحه جميله بصراحه، بتبقى بسهوله تتقطع. هقطع لكم حته كده وارجع لكم. بصوا حبايبي انا ما صبرتش اطلعها سخنه، تحس انها ايه هاديه خالص الشوكولاته بتاعتها. بصوا يعني دايبه. بصوا اكني اللي هو البسكويت اللي هو بيبقى دايب جميل ده، والشوكولاته في النص طعمها تحفه قوي يا حبايبي. شوفوا كمنها دايبه، يعني ما صبرتش ان انا اسيبها تبرد، قلت اوريها لكم علشان تشوفوها، ولو بردت هتتماسك اكتر. طعمها تحفه قوي يا حبايبي، روعه، هتعجبكم والله. اتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا بقى الصينيه هنا ما لزقتش كمان ازاي. باي باي.